في أقل من شهر الشرق الأوسط اتقلب، تحالفات جديدة بتتشكل، مصر وتركيا من ناحية والسعودية وباكستان من ناحية تانية ضد تحالف نفط ونووي. والسؤال المحير للكل، مين فيهم هيبقى صاحب الكلمة العليا في معارك المستقبل؟ في أقل من شهر المنطقة كلها اتفاجئت بخبرين قلبوا الموازين. أول خبر جه من القاهرة وأنقرة لما أعلنوا أول مناورات بحرية مشتركة من أكتر من 10 سنين. مش بس كده، في كلام كمان عن انضمام مصر لمشروع الطيارة الشبح التركية، واللي تركيا بتعتبرها بوابتها لنادي الكبار في العالم العسكري. أما الخبر التاني فكان من الرياض وإسلام آباد، اتفاق دفاع مشترك بيقول بصراحة أي هجوم على دولة فيهم بيعتبر هجوم على الدولة التانية. يعني ببساطة تحالف عسكري رسمي بيجمع قوة عربية اقتصادية عملاقة زي السعودية مع دولة نووية عندها جيش مجرب. وبكده الشرق الأوسط قدام مشهد جديد تماما، تحالف مصر تركي في البحر المتوسط قدامه تحالف سعودي باكستاني مدعوم بالردع النووي. وتعالى نحسبها بالأرقام، تحالف مصر وتركيا عنده قوة بشرية تقارب المليون جندي نشط وتفوق بري وبحري واضح، غير إن عندهم مواقع استراتيجية زي قناة السويس ومضيقي زي البوسفور والدرنديل اللي بتحكم حركة التجارة العالمية. أما التحالف التاني بين السعودية وباكستان فعنده قوة جوية وعددية أكبر، وما ننساش إن باكستان دولة نووية ومعاها السعودية اللي ماسكة مفاتيح الطاقة في العالم كله. يعني ببساطة تحالف البحر بين مصر وتركيا عنده الصناعة والممرات البحرية والتكنولوجيا الدفاعية، وتحالف النووي بين السعودية وباكستان عنده الردع النووي والمال وعدد السكان الضخم. في النهاية القوة التقليدية بتميل لصالح مصر وتركيا، لكن الردع النووي بيخلي السعودية وباكستان عندهم الكلمة الأتقل في ميزان القوة. بس في عالم السياسة التحالفات دي ممكن تتغير في يوم وليلة، والسؤال اللي لسه محدش عنده إجابة عليه، لو حصلت المواجهة فعلا مين اللي هيكسب؟ تحالف البحر ولا تحالف النووي؟ اكتب لنا في التعليقات.